الدنيا قايبه نار ومولعه حرايق على حسام حسن بعد تصريحاته امبارح عن امام عاشور انه يفيد له روح الاهلي، وان شكم وشد والكتف محمد صلاح على اساس ان محمد صلاح كان بيحط بيضيف في التشكيل او بيجيب اللعيبه اللي هو عايزها المنتخب. قال لك الزمن ده ولا. او امام عاشور لما قال نفسي يجيب يتعمل فيه المقلب ده عشان يعقل. او حجازي لما قال 1% لعودته للمنتخب، حجازي رد وقال له زي ما انت شفتوا على الاكس لو معاك 0%. او تصريح عن هنا بريدة لما قال نفسي يجي يتعمل فيه المقلب ده برضه كلام كبير قوي من حسام حسن، دربك الدنيا ولخبط الدنيا، وبيضرب مسمار كبير قوي في رحيل حسام حسن على منتخب مصر. لكن الكل بيسأل وانا بسأل وانت اكيد بتسأل، اللميدو فين؟ وخصوصا بعد ظهور جمال العدل في تلبيخه جامد جدا انه حسام حسن كل ما بيكبر عقله بيخف، بمعنى ان لما الواحد بيكبر المفروض بيزداد حكمة، لكن الوضع غير كده. لكن معنى كلام جمال العدل ان كل ما الواحد بيكبر عقله بيخف. حسام حسن وابراهيم حسن هيردوا عليك رد قوي جدا يا جمال يا عدل. المتحدث الرسمي ليه الزمالك قالك هنقدم شكوى لنادي الزمالك، لكن محدش يعرف فين حسين لبيب، الله يعينه على حاله. لكن بجد ميدو فين؟ جمهور الزمالك محدش سأل ميدو فين، ولا ما يقدرش يفتح بقه عن حسام حسن؟ تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. عيد سعيد عليكم. استنتظروني في لايفات مميزة من قلب استاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال السوداني. السلام عليكم.